السلام عليكم. من الاستراتيجيات الهامة جدا اللي بتستخدم كتير في مجال التسويق هي استراتيجيات التجميع والتقسيم. يعني ايه تجميع وتقسيم؟ التجميع ده ممكن اعمله على منتجات او على اسواق. ازاي؟ تجميع على منتجات يعني انا مثلا لو ببيع لك ترابيزة، بدل ما ابيع لك الترابيزة لوحدها ابدا ابيع لك منتجات مترابطة بيها وليها علاقة بيها. يعني ابيع لك الترابيزة ومعاها كراسي، وابيع لك مع الترابيزه والكراسي سجاده تتحط عليها الترابيزه والكراسي، وابيع لك معاهم ستاره تتحط ورا الكراسي، وهكذا. يبقى انا بدل ما كنت ببيع لك منتج واحد بقيت ابيع لك منتجات كتير. ده تجميع مع المنتجات. طيب في تجميع اسواق. تجميع اسواق يعني انا مثلا لو ببيع قلم، بدل ما ابيع القلم ده لطلبه المدارس بس، انا ممكن اروح اشوف الموظفين في الشركات، ممكن اروح اشوف طلبه الجامعات، ممكن اروح اشوف اللي شغالين مثلا في الهيئات الحكوميه اللي بيستخدموا اقلام كتير، وهكذا. يبقى انا هنا بدل ما كنت ببيع القلم لفئه واحده بس من الناس، انا جمعت اسواق تانية كتير وبدات ابيع لها نفس المنتج. وده اسمه بالمناسبه استراتيجيه تطوير السوق او الماركت ديفلوبمنت. في استراتيجيات تانية في الجهه الاخرى اسمها استراتيجيات تقسيم السوق. لنفترض مثلا ان انا جيت ابيع الاقلام للموظفين والطلبه واللي شغالين في الحكومه وطلبه الجامعات، لقيت ان انا القلم بتاعي ده مش قادر يوفي احتياجات كل الفئات دي. كل فئه منهم ليها احتياجات مختلفه. واحد عايز القلم مثلا حبره بيدوم، واحد عايزه حبره بيخلص بسرعه، واحد محتاج القلم يكون فيه سلاسه معينه، واحد محتاج الغطا يكون شكله مش عارف ايه. فبالتالي المنتج بتاعي مش قادر يلبي احتياجات كل الفئات دي، او انا ما عنديش القدره التشغيليه ان انا اروح ابيع لطلبه المدارس وطلبه الجامعات وموظفين الحكومه وموظفين الشركات. مش عارف اعمل ده كله. ساعتها بيكون الحل الافضل ان انا اختار فئه واحده بس من دول واشتغل معاها واركز معاها، وده اسمه تقسيم السوق واستهداف فئه معينه. فاذا الاستراتيجيات بتاعه التجميع والتقسيم الاتنين مهمين، ولكن كل واحده بتؤدي لنجاح الشركه لو استخدمت بحكمه في مكانها ووقتها الصحيح. لو عايز تعرف اكتر عن التسويق واداره الاعمال اعمل لايك وشير للفيديو وتابع الصفحه. السلام عليكم.